هو الباليه رياضة ولا فن ولا مجرد رقص؟ بصراحة الإجابة هي إنه كل دول. ولو أنت فاكر إن الباليه عبارة عن بنات لابسة فساتين منفوشة وبتلف حوالين نفسها، فإحنا محتاجين نتكلم شوية. تعال أحكي لك. لو حد سألني هو إيه الباليه أصلا، هقوله بكل بساطة الباليه هو فن أداء. يعني فن بيتقدم على المسرح قدام جمهور، بس بدل ما الممثل بيحكي بصوته، هنا الراقص بيحكي بجسمه. كل حركة، كل خطوة، كل نظرة، حتى طريقة الوقوف بيكون ليها معنى. يعني لو الشخصية فرحانة مش لازم تقول إن هي فرحانة، إحنا هنحس لوحدنا. ولو الشخصية حزينة أو خايفة أو بتعمل دور شرير أو حتى ساحرة، هنعرف ده من تعبيرات وشها وطريقة حركاتها ونظراتها وكمان طريقة استخدامها لجسمها. وده يمكن أكتر حاجة مبهرة في الباليه، إنك ممكن تفهم اللي بيحصل بس من غير ولا كلمة واحدة. وعارفين كمان إيه أكتر حاجة جميلة؟ إن الراقص في الباليه مش بيعمل حركات وخلاص، هو بيمثل شخصية. يعني ممكن نفس الراقص في عرض بيكون أمير، وفي عرض تاني بيكون ساحر شرير، وممكن يعمل شخصية كوميدية. والفرق مش بس في اللبس، الفرق هنا في طريقة المشي والنظرات والتعبيرات، حتى طريقة الحركة. طب السؤال، هل الباليه فن؟ آه طبعا هو فن، لأنه بيجمع ما بين الرقص والميوزك والتمثيل والتعبير في عرض واحد بس. يعني إحنا مش بنتفرج على حد بيعمل خطوات محفوظة، إحنا بنتفرج على قصة بتتحكي بالحركة. ولو ركزنا في أي عرض، بعد شوية هننسى أصلا إحنا بنبص على إيه. هنلاقي نفسنا مستنيين إيه اللي هيحصل، البطل هيعمل إيه، هل البطلة هتنجح، الحكاية هتنتهي إزاي. وساعتها هنعرف إن الباليه عمل اللي المفروض يعمله، خلانا نعيش القصة. طب هل هو رياضة؟ أيوة، ودي حقيقة ناس كتير ما تعرفهاش، لأن كل حركة بنشوفها على المسرح وراها تدريب طويل جدا. قوة، مرونة، توازن، حتى سيطرة على الجسم بطريقة معينة، وبيكون في تركيز. يعني الحركة اللي ممكن تعدي قدامنا في ثانيتين، بيكون الشخص اتدرب عليها سنين علشان تطلع بالشكل السهل الجميل اللي احنا شايفينه. بس هنا في نقطة مهمة جدا، الباليه مش زي الجمباز. في مرونة وقوة وتوازن زي الرياضات، لكن الهدف مختلف. في الجمباز مثلا في منافسات وبطولات ودرجات، لكن الباليه مش فكرته مين يعمل أصعب حركة ويكسب. مفيش عرض باليه هدفه إن حد يطلع بميدالية ذهبية، لأن الهدف الأساسي في الباليه مش إنك تثبت إنك الأقوى، الهدف إنك توصل إحساس وتحكي حكاية. انت لما تروح عرض باليه، انت مش رايح تشوف رقص وبس، انت داخل عالم كامل، في قصة وشخصيات وموسيقى وأزياء وديكور وإضاءة، وكل حاجة بتساعد إنها تحكي نفس الحكاية. يعني هو زي الفيلم، بس الفيلم ده بيتحكي من غير كلام. وفي حاجة ناس كتير فاكراها، إن الباليه كله فساتين منفوشة زي اللي احنا عارفينها طبعا، وده مش حقيقي. في عروض فيها اللبس المشهور، بس في عروض تانية الراقصين بيلبسوا فساتين طويلة أو ملابس بسيطة، وساعات كمان أزياء مصممة مخصوص عشان تناسب الشخصية اللي بتتعمل. لأن الباليه اللبس فيه مش للمنظر بس، اللبس بيكون جزء من القصة. ومش دايما كل الشخصيات أميرات، ساعات بنلاقي أمير وأميرة، لكن بنلاقي ساحرة، جنية، جندي، مهرج، بجعة، أرنب، قطة، وكمان شخصيات خيالية كتير. وبيكون كل شخصية ليها شكلها وحركاتها وطريقتها الخاصة. وعشان كده لما تروح أول عرض باليه، ما تقعدش تستنى أصعب حركة أو أعلى نطة أو أكتر لفة. بص على القصة، بص على الشخصيات، لاحظ التعبيرات، شوفوا ازاي الموسيقى والحركة واللبس والإضاءة كلهم بيحكوا نفس الحكاية. فلو حد سألك بعد كده هو الباليه عبارة عن ايه، هنقول له هو فن، بس محتاج شوية انضباط رياضي. وهو رياضة بس هدفها مش البطولة، هدفها انها تحرك مشاعرنا. الباليه مش مجرد رقص ومش مجرد حركات، الباليه فن، يخليك تشوف الميوزك وتحس بالحكاية من غير ما تسمع ولا كلمة. أنا روان، وده كان تعال أحكي لك.